رجل يمني محبوس في اليمن بحكم إعدام. أصدروا عليه حكم الإعدام، ما عاد كان مع أحد يوقف معه إلا الله وأهل اليمن. تخيل أنه أخذ جواله وسوى رسالة عشوائية على رقم عشوائي، وصادف رجل أسد، وليس رجل، أسد من أسود يافع. يعني تخيل أنه أخذ التلفون راسل وقال أنا في وجيهكم، أوقفوا معي، ما عنديش أحد يوقف معي. تخيلوا أنه هذا أسد يافع لبى النداء وجمع الرجال وجمع القبائل من البيضة ومن أرحب ومن غيرها، ونزلوا 7 سيارات إلى مدينة إب ووقفوا معه وراحوا لا عند أهل المقتول، وتخيلوا أنه عفوا عليه. ايش الرسالة؟ يقول لك أنا محبوس وإعدامي بعد 14 يوم. أنا وصلتك، اجمع مشايخ وسيروا وصلوا عشان يتنازل. هذا الشخص رد رسالة على المحبوس، قال له وين أنت؟ قال له في سجن إب، اسمي وليد عبده الجنبي ما أعرف. منك خير، في أمل أشرح لك بقية التفاصيل. رد نزلنا من احنا يجي 5 سيارات. لبيتوني لبينا رسالة ما نعرفه. أيوه ما نعرفه احنا. أيوه الرسالات دي لنا عشوائي. واحنا هذا من يافع، واحنا من البيضة ومن أرحب ومن ردع. يافع؟ هذا يافع. أيوه احنا الشالي، وهذا من البيضة ومن أرحب ومن نه. لبيتوا برسالة. لبينا برسالة. لا يعرفوا ولا يعرفوا. ما نعرفه. ما تعرفوا. ولا احنا لا ونزلتوا لأجل ايش؟ لأجل نوقف حكم الإعدام ونوصل أولياء الدم وتنازلوا هذا المسلم. يا أخي عنده 7 جهال. شفتوا اليمني من هو؟ أنا من أقول لكم اليمني هذا هو اليمني، هذا اليمني نزل برسالة لأجل يوقف حكم الإعدام على شخص محكوم عليه إعدام. رسالة عشوائية. لا حتى أخذوا 5 أيام ما يعرفوا. هذولا تعال هذولا الذين نزلوا، هذا واحد. شوفوا أسد